والنهارده حلقة جديدة من ماينكرافت. بس النهارده هنلعب على بلوكة واحدة. كل ما كسر البلوك بتطلع حاجة تانية جديدة وراها. المود ده فكرته ان هو مراحل، كل شوية بنتقدم لقدام لحد ما نوصل للاند. اكيد شفتوا الموضوع ده على اليوتيوب قبل كده، بس معايا هيبقى مختلف تماما. عايزين نكبر شوية الفيز بتاعتنا. جمع 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 كده، ايوه حلو قوي. طيب طبعا هو يعني المود ده فيه شوية حاجات بسيطة، يعني مودات زيادة بسيطة مش كتير، يعني مش هو مش زي سكاي فاكتوري وكده، لا هو بس يعني بسيط شوية. يعني هو يعني في حاجات زيادة هتشوفوها مع تقدم الحلقات ان شاء الله، وبقولوا لي رأيكم نكمل ولا ايه الدنيا وكده. يعني اول حاجة هنعمل بيكاكس كده عشان يسهل علينا الموضوع. بيكاكس واكس، وممكن شافل عشان لو في ديرت وكده يسهل علينا الموضوع يعني. يبقى احنا معانا كده الحاجات الأساسية كلها، يبقى احنا كده ظبطنا الدنيا. نكمل تكسير بقى كده ونكبر شوية ايه ده؟ حلو ده، حلو 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 جدا كمان. بس ليه اسود كده يعني يا عم؟ ايه ده؟ بداية مبشرة والواحد يعني اتشائم بالخنزير ده. حلو جدا عشان الاكل بتاعنا، عشان اكيد هنجوع يعني. طيب نكمل شباب. دلوقتي هو بيطلع جرافل، فلازم احط بلوكة تحت البلوكة دي عشان الحق الحاجات. لو في جرافل او ساند بيقع، فلازم الحقه. طيب مش عارف بقى انا هحطها ازاي بصراحة، يعني انا هحطها ازاي؟ جات لي فكرة. طيب هنعمل ايه؟ هتقولوا لي هتعمل ايه بقى يا محمد؟ هقول لكم انا دلوقتي هنعمل ايه. اول حاجه نحط حاجاتي كلها هنا، كل حاجه فوق. احط يا عم كله، وهسيب درتايه واحده معايا، واحده بس، والباقي كله فوق فوق فوق. هنعمل سقوط حر. هدفي ان انا هنط واحده واحده كده، والمفروض ابص فوق يعني. بس ثانيه واحده بس عشان اتاكد. ايوه انا دلوقتي هسيب الشيفت وهوب واحط. اتحطت بعيد. ماشي ايه ده؟ يا نهار ابيض. طيب انا بقى مش فاكر انا حطيت البلوكه دي فين، يعني انا مش فاكر. تيريري فين البلوكه دي؟ انا مش فاكر. شكلنا هنعمل محاولة تانية يا شباب، محاولة كمان. يلا بسم الله. طيب من هنا كده. مش عارف اتحطت ولا لأ، بس هنشوف احنا فين. انا مش ماشي شكرا. كابتن خنازير لو سمحت مش شايف، بس اتحطت يا شباب. المهمة نجحت جامد جدا. نكمل هات بقية الحاجة بقى هنا، وممكن نكبر شوية الدنيا. نحط دي هنا عشان ما نقعش، ونكبر شوية كمان الجزيرة نكبرها. طيب احنا بعد كده بقى يعني المفروض هكبر الدنيا ان هو نعملها يعني ايه كجزر. هنعمل اكتر من جزيرة، كل مكان فيه حاجة معينة. مثلا مكان فيه البيت بتاعنا، مكان فيه قولوا معايا المزرعة، مكان مثلا فيه موب تراب عشان ينزل لنا بقى زومبي وشوية حاجات كده، هكذا يعني. هتشوفوا معانا واحدة واحدة. يلا يا عم يلا جميل جدا.
وجالنا اول شجرة يا شباب، ودي طبعا مهمة جدا. هنزرع الشجرة عشان هنبتدي بقى من هنا. الشجرة دي كانت اهم حاجة، وهيجيلنا ابجريد ونخش المرحلة اللي بعديها. الشجرة دي هنعمل بيها كل حاجة حرفيا، دي اساس كل حاجة. هنكبر بيها الجزيرة، ونكبر بيها عشان نجيب بقى خشب ونعمل سلابات، ونكبر بيها بقى الجزيرة. يلا 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 يلا. دخلنا كده في اول مرحلة في المود، هيبقى كله خشب اول حاجة كده، ودرت برضه زي المرحلة اللي فاتت ما فيهاش اي حاجة، بس يعني ايه، حاجات اتطورت اكتر. هيدون حاجات زي ما انتوا شفتوا اللي هو كلي، شوية بطيخ، هكذا بقى. ايوه خشب جديد اهو. طيب يا شباب، انا بفكر في حاجه حلوه قوي. طيب انا بفكر في حاجه. احنا دلوقتي عشان ما نستهلكش الدرت على الفاضي، لان الدرت ده مش هلاقيه بسهوله بعد كده. احنا مش هنحطه هنا، احنا هنكبر ادي كل ده وكل ده، وهنعمل سلابات. ايوه زي الفل. هنخش نكبر بقى ازاي. احنا كفايه قوي كده، يعني ممكن نعمل كده، وعشان لو جبنا اي سابلينجز تانية استنى عشان ننور بالشمعة دي بس كده. لو جالنا اي سابلينجز تانية نحطها بعيد شوية هنا كده. ايوه نعمل ايه، مكان بعيد شوية. هنعمله كايه مزرعة مؤقتة مثلا للشجر وكده، فاهمني؟ كده كفاية مثلا، ممكن كده كفاية دلوقتي، عشان الشجر لما ما يقرفناش بعد كده واحنا شغالين واحنا بنكسر وكده. فاحنا نعمل بيز مؤقت كده بالدرت، عشان بعد كده واكيد هنا هيترسب لنا بقى شويه وحوش، فهنستفيد بيهم برضه اعتقد يعني. بس ممكن نكبرها سنه من هناك بس كده وتبقى جاهزه. واحده كمان معلش عشان خاطري، زي الفل اوي كده. بعد اذنك اعمل خنزير لو سمحت، بعد اذنك عشان ما تتضربش بالغلط، بعد اذنك. شوية بطيخ حلو، يلا يا عم. طيب يا شباب، رجعنا تاني. بس انا دلوقتي جات لي فكره ان احنا نعمل مزرعه عشان نأمن بيها الاكل. نعمل شويه قمح، نزرع شويه البطيخ يعني. فهنبني بيز برضو تاني مؤقت زي اللي احنا عملناه بتاعه الخشب، بعيده كده. ايوه، وممكن نعملها 8 في 8. ممكن 8 في 8 ونحط المية في النص وتوزع علينا توزع بقى المية على الديرت كله. معرفش هعملها 8 في 8 ولا 9 في 9، هنشوف يعني المقاسات اللي انا هعملها دلوقتي، وارجع لكم بقى لما اخلص البنى بتاعها. طيب يا شباب، للاسف الديرت ما كفاش، بس هنحط المية دلوقتي مؤقتا. ودلوقتي عايز اعمل هو، فاعمل الهو ونحفر بقى يعني حوالين المية كده عشان الطينة تتبل يعني، ونعرف نزرع بقى بمزاج. طبعا هو اكيد هفضل بقى اجمع يعني درت وكده واكملها. بفكر في نفس الحلقة دي احط سور حوالين المزرعة دي يعني، عشان يبقى بس الشكل يبقى كويس كده ويبقى الشكل مقبول نوعا ما. طيب هنزرع بقى شوية بطيخ، نزرع شوية قمح. القمح طبعا عشان بعد كده نجوز البقر والخرفان والدنيا تحلو معانا.
والبطيخ عشان لو حبينا بعد كده ناكل شوية بطيخ يعني، اديها اي زراعة وخلاص يعني مش هتفرق معايا. ده اللي موجود دلوقتي. نزرع القمح ده دلوقتي. اكتشفت ان المقاسات فيها غلط، بس لما هجمع الدرت يعني هظبط المزرعة صح. فخليكم معانا بقى كده في الفيديو وشوفوا ايه المزرعة تطلع ازاي في الاخر. طيب يا شباب، ظبطت المزرعة الحمد لله اخيرا. هي كانت بس ناقصة بلوكة من الجنب عملتها، فاحنا هنحوطها بقى كده بالفنس نخلي الشكل بس نوعا ما مقبول كده يعني، تبقى الدنيا حلوة معانا. يلا هنحوطها بقى، نحوطها كلها. وبفكر كمان ادخل الحيوانات جوه بحيث ان هي بدل الدوشه وكل شويه بقى تزعجني وانا بكسر، فمش ناقصه بصراحه يعني. طيب يا شباب، كده اكون دخلت البقر الحمد لله. والحلقه الجايه القمح يكبر وهعمل بقى مزرعه، هنقل البقر ده في حته تانية خالص، او ممكن اسيبه عشان هو بصراحه وجع دماغ. هسيب البقر في المنطقه دي، احط بلوك جراس كده في النص بس عشان قدرت يبقى جراس كله، والبقر نجوزهم لما القمح يكبر. ده الهدف بتاعي. ده اللي انا شايفه بصراحة يتعمل الحلقة الجاية يعني. مش عارف لسه هعمل امتى الموب تراب، بس ادينا يعني هنشوف الدنيا هتمشينا ازاي. طيب يا شباب، بقالي كتير بكسر بصراحة، والحمد لله الابجريد اخيرا. ايه الابجريد؟ هنشوف هيطلع لنا ايه، عشان انا خلاص هوقف الحلقة النهاردة. كفاية قوي كده، عملنا مزرعة وعملنا زرعنا ودخلنا البقر معانا بقرتين هنجوزهم المرة الجاية، نجيب اكتر. وعملنا الشجر ورا، ودلوقتي دخلنا في المرحلة التانية وهي مرحلة الكهوف. هيطلع لنا ايرون ويطلع لنا دايموند بقى وكل حاجة. خليكم مستنين الحلقة اللي جاية. وبس كده، اتمنى تكونوا حبيتوا الحلقة النهاردة. وبس كده، مع السلامة.